رجعنا نتواصل معاكم من بعد الاعلان التجاري او من بعد فاصل الاعلان التجاري. عموما موضوعنا لهذا الحلقه موضوع جميل جدا ويمكن يخص شريحه كبيره اذا ما كانت الغالبيه العظمى او كل الشباب. كلنا مثلا نعجز عن تدبير امور معينه في حياتنا، كلنا نعجز عن رسم خطط لمستقبلنا، كلنا نعجز عن عمل كثير من الامور اللي ما نكون واعين لها مثلا. فشلون احنا ننظم حياتنا؟ احنا شلون نسوي دراسه مثلا حق مستقبلنا؟ شلون نسوي دراسه للحياه كامله؟ هذا كله عن ضيفتنا اليوم دلال الجناعي. حياك الله معنا. الله يحييك، مشكورين على الاستضافه. الله يسلمك ويخليك. يا هلا ومرحبا فيك. اكيد ضيفتنا دلال الجناعي مدربه حياه، مسماك مدربه حياه، نوعا ما مسمى يعني عمره ما مر علي انا شخصيا. يعني بالانجليزي لايف كوتش يعني. لايف كوتش بالضبط. اي كلمينا عن هالتخصص وشنو تعني يعني مسمى مدربه حياه. مدربة حياة هو مصطلح طلعناه علشان يعني هو يرمز حق لايف كوتش. شنو معنات لايف كوتش وشنو معنات مدرب حياة؟ هو شيء كومبينيشن من وايد اشياء. هو رفيق الدرب، هو صديق، هو شخص يسمع لك، يقولك شنو انت تحلم فيه، شنو خططك، ويوصلك من مكانك اليوم من وقت الحالي الى المستقبل اللي انت تطمح له. فهو شخص كلنا نحتاجه. يعني مثل انا كله اضرب المثل في بريزيدنت اوباما، كلنا نعرف انه هو رجل ناجح ما شاء الله، صحيح، عنده لايف كوتش. وذس مينز يعني شيء، يعني ذس مين سمثينج انه هو رجل واستعمل استشاره واستعمل اللايف كوتش عشان يوصل مكانه اللي هو فيه. حلو. انزين انا بسالك شغله دلال، يمكن احنا كشعوب عربيه الحمد لله رب العالمين يمكن غالبيتنا والإديوكيتد يعني مثقفين وغيره من هذه الامور، لكن كشعوب عربيه شوي عندنا التحفظ ابت، مثل ما يقولون قليل من التحفظ. صح. اللي مثلا انا والله ما احتاج مثلا الى ثيرابيست او معالج نفسي، ما احتاج الى لايف كوتش، ما احتاج الى الناس اللي توجهني او تعطيني جايد لاينز في الحياه. فشنو تقولين على التحفظ هذا يعني انت قلتي ليش نحتاج، صح. لكن شو تقولين عن التحفظ هذا؟ التحفظ شيء وارد وخوش سؤال الصراحة، لأن وايد ناس يجون يقولون لي أنا دلال أبي ممكن مساعدة ولكن أنا متحفظ أو أنا متحفظة أو أنا ما أبي ثيرابيست. إنزين أول شيء إحنا نقول we are not therapist. أنا مو طبيبة نفسية وأنتم مو مكسورين وما تحتاجون تصليح. nobody is broken. ولكن إحنا شو نقول؟ هل أنت تطمح للسعادة؟ هل أنت تطمحين إنك توصلين تكونين ناجحة؟ This is what we do. هذا شغلي أنا أوفر لك هالشيء. منو ما يطمح حق السعادة، منو ما يطمح حق النجاح. وإحنا بعد شنو الشيء اللي جدا جدا مهم، إن إحنا سري 100% totally confidential. اللي عندي، اللي يتصل فيني، اللي يسولف وياي، إن كان حتى في ناس توقفني بالسوق، توقفني بالشارع كذي، بالجمعية مرة. بالجمعية حتى بالجمعية قالوا إحنا شايفينك في برنامج وكذي، عندي استشارة. فأي شيء سري. أنا أقول يعني حتى حق بعض الزباين لو أشوفكم بالسوق ما راح أسلم عليكم. حلو. هذا شيء راجع لكم، لأن أنا متفهمة كل واحد يبي خصوصية. صحيح. وإحنا خصوصا يعني الشعب العربي مثل ما قلت والشعب الخليجي إحنا متحفظين. نعم. وكل واحد على راحته. عدل كلامك. كل واحد انا اي ثينك ان اي نيد ا لايف كوتش. حياك الله. انا ام كوتشنج ماي لايف، بس انه الواحد يحتاج ترى بالعكس يعني واحده ما تصفق مثل ما يقولون. عدل كلامك يا هاشم. ولازلنا مكملين وياك مدربة الحياة دلال الجناعي. باجي اسئلتنا واستفساراتنا بس بعد ما نشوف هالتقرير عنك. نشوف التقرير وراجع لكم مرة ثانية. كيف شبابي؟
رجعنا نتواصل معكم مرة ثانية، ومدربة الحياة يعني كل منا يحتاج إلى مدرب حياة في حياته. مدربتنا دلال الجناعي اليوم راح نستفيد منها على كثر ما نقدر. الشريحة الشبابية دلال وايد يعانون من أمور معينة، وايد يمكن يمرون في مشاكل، وايد يمرون في ضغوطات نفسية. فهل هناك إقبال من الشريحة الشبابية حق دلال الجناعي اللي هي لايف كوتش؟ شوف الشباب ما شاء الله شباب الكويت طموح، يعني انا ما ابي اقول هم هذا الحلو. إيه عشان إيه. كذي انا عنصري ترى على فكرة، وايد احب عيال جدتي. وحتى انا احب اهل الكويت وايد، واحس ان شعب الكويت او شباب الكويت صدق يعني عندهم قبول، عندهم طموح، عندهم افكار وايد حلوه. ولكن وصح يجوني وايد من الشريحه الشبابيه يطمحون للافضل للاحسن، عندهم احلام يبون يطبقونها، يدورون التوجيه. فاحنا شو نقول، يعني دائما المشاكل اللي انا اشوفها من الشباب شن هي؟ مو لانه هو نقصا فيه او شيء، ولكن هو بسن صغير. الشاب اللي يعني اللي اسمه شباب اللي هم من كم 19 لمن خلينا نقول 27 25، هذول الشباب نعم مهما كان تنقصه خبرة الحياة. صحيح. أنا اللي أقول لهم يا شباب يا شابات، أنتم ما شاء الله شطار ما قلنا لا، وما شاء الله أنكم you are ambitious، لكم طموح ما قلنا لا. الله إيه. من زمان مسامعها. فما شاء الله، ولكن اللي أنا قاعد عندي إياه بعطيكم إياه what I'm offering اللي هو شنو the gift of time على قولتهم. إنكم أنتم تختصرون الوقت، إنكم ما تتخبطون، ما تقولون أوكي أنا بجرب ويعني بتكفخني الدنيا على قولتهم على ما أفهم الدرس. لا، إذا أنا أقدر أوفر لكم طريقة إنكم أنتم تتعلمون شلون تتعاملون مع الناس، شلون تتعاملون مع مدراءكم، شلون إنكم تبدون مشروع، شلون تكملون مشروع، يعني هذا شنو قيمته، شنو الفاليو ماله حقك. احنا يعني جاتني وحده ذاك اليوم قالت لي دلال كان زين انا عرفتك من 20 سنه. الله. لها اي حلو. والله. قالت لي في مثل يقول اتس نيفر تو ليت. اتس نيفر تو ليت. لا حلو. اتس نيفر تو ليت، ولكن احنا شو نقول؟ اذا انت شابه او انت شاب this is the ideal time، الوقت المثالي. شنو الموضوع؟ اذا انت كنت سنجل او اذا انت كنتي سنجل مو متزوجه ما عندك عيال. نعم تو سنجل lovely people. حبيبي كله كذا. انا قاعد اتمالح، قاعد اعدل الشيرت. زين. فاذا انتم كنتوا سنجل ان شاء الله ما تدرون متى يجيك الخطيب، انت تلقى بنت الحلال، تتزوجون، عندكم بيوت وعيال، فراح تلهون، راح تلهين مع الحموله، راح تلها مع اهل مرتك، راح يو هاف تو تعاصرون ناس يدد، ولازم تعرفون شلون تتعاملون مع الزوج والزوجه، لازم تعرفون تتعاملون مع اهل الزوج واهل الزوجه، لازم تعرفون تتعاملون مع دواماتكم. فاحنا نقول تعالوا نعلمكم هالاساسيات اللي يمكن كانت ناقصتنا في دراستنا. احنا اللي ندرسها بالجامعه ولا ندرسها بالثانويه شيء نطبقه، كتابه، حساب، كيمياء، اوكي، ولكن اشياء حق الحياه this is what we need. هذا الشيء اللي صدق نحتاجه. انا بستشيرك بشغله لايف كوتش. go ahead I'm here. اي والله الله يسلمك. انا دائما حلو. انزين يلا. زين انا دائما اقول ما ادري هذه شغله انا مالفها. قول لي. لايف از نوت ا ثيوري، الحياه ما هي نظريه. صح. انزين ايش رايك بالمقوله هذه؟ يعني انت تو قلتي شغله على طول يعني اربطت الموضوع اللي انت قاعده تقولينه ببالي، انه الحياه ما هي نظريه، الواحد لازم يشوف او انه يعاصر او انه يتعلم وغيره. فهذا اللي احنا نحتاجه. سؤال وايد حلو الصراحه. I know plus one. فاحنا شو نقول؟ اللي يوني الشباب they have this problem، هاي المشكله، انه يقولون انا ابي اجرب ولكن اخاف، انا لازم ادرس الموضوع. حلو. فرضا عنده مشروع، يدرس شهر شهرين سنه سنتين، تزوج وما زال يدرس الموضوع. ومشت الدنيا وناس بدوا مشروع يشبه مشروعه ولكن هو ما زال يدرس. احنا شو نقول على موضوعك انت؟ لايف لازم تاخذه تيست اند ميجر. شنو معناه تيست اند ميجر؟ جرب خطوه صغيره، شوف ضبط الموضوع ما ضبط، does it work، علشان كل شخصيه لها طابعها. حلو. وكل شخصيه لها ميولها وطريقتها. يمكن انت يمشي وياك مشروع جراج او مشروع، ويمكن انت يمشي مشروع كب كيك، ولكن من غيرك يمشي مشروع ثاني. صح. كل واحد وشخصيته. فاذا انت تقولين اوكي انا بفتح او انا بحط اعلان، فرضا يجوني ناس يقولون انا بحط اعلان في الجريده،
ايا كان جريده، خلينا نقول الوطن، الراي، وات ايفر، بحط اعلان بو 1000. زين that's a lot of money. هل انا دارس الموضوع؟ اوكي ما يخالف، نو بروبلم، دراسه از جود، ولكن انت ما تدري هذه الشريحه تمشي وياك ولا ما تمشي وياك. فاحنا نقول تست، اعلان صغير، شوف يمشي الموضوع ولا ما مبوب يسمونه اعلان مبوب هذا اللي هالكبره. اعلان جرب، يو دونت نو، بعدين اذا مشى الموضوع كمل. صح. حلو. علاقاتكم نفس الشيء، فعلا. صديقتك ولا something جربي وياها خطه. خاصة الحين يعني الحياة مو نفس قبل، مواقع التواصل الاجتماعي وايد خففت يعني من مسألة الإعلانات وكذي، يعني شوف الناس بس تتواصل من خلال المواقع وما شاء الله تنجح مشاريعها ونشوفها على أرض الواقع. بس أنا ببالي سؤال ودي أعرفه منك، يعني هل تشوفين أن التعامل مع الشباب يختلف عن الفئات الأخرى، يعني فئات المجتمع الأخرى والأعمار؟ الأعمار وشنو الاختلاف؟ شوفي الصج ان كل شخص يختلف. يعني هذا الحلو اللي احنا نسويه، احنا ما نعطي دوره جينيريك على قولتهم بالانجليزي انه عامه للكل، لا احنا نقول اول شيء دوراتنا مختلفه، حق الرجال غير وحق النساء غير. احنا الوحيدين اللي عندنا هالجندر ديفرنس اللي هو مال مارس وفينوس، المريخ والزهره. وفوق هذا شو نقول؟ كل شخص غير. الشاب لو انا اجيب واحد نفس سنك وولد هم غير، صح. لو انا اجيب بنت ثانيه نفس سنك ويمكن اختك نفس طق يعني نفس بيئتك، هم التفكير غير. نعم. فاحنا شو نسوي؟ احنا نخلي تايلر ميد الموضوع، برايفت، يكون كوتشنج علشان نساعدهم، كل واحد وشخصيته، كل واحد وطموحه، كل واحد وحلمه. حلو. يعني للامانه استاذه دلال او اللايف كوتش دلال الجناعي، لو نبي نستبحر بهذا الموضوع ونبي نمشي فيه اكثر واكثر، يمكن ما راح يوفي ويانا، لكن اكيد انت عندك مثلا تويتر، اكيد عندك يعني اكثر من شغله الواحد ممكن انه يتواصل معك عن طريقها. خلينا ناخذ الشغله الكومن اللي هي تويتر. أوكي. اليومين اللي حابب انه يتواصل مع اللايف كوتش دلال الجناعي على اساس انه يوصل لها عن طريق تويتر مثلا. اوكي. الاكونت مالي @MarsVenusKuwait. MarsVenus كويت. مارس فينوس كويت، هي اللي هي كويت. لا كويت. كويت KWAIT. حلو. كويت. وراح نرد ننوه عليه باذن الله في نهايه الحلقه. ونفس الانستغرام ونفس حلو. خلاص حلو. الله لازم يوفقك. لازم ندش الانستغرام ضروري نتواصل لازم وياها. ندش التويتر على اساس انه نشوف. حياكم الله. وموفقه ان شاء الله بمجالك، والله يعطيك الف عافيه، وانت اكيد فخر لنا كبنت كويتيه داشه بهالمجال. الله يعطيك الف عافيه ومنها للاعلى ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. اجمعين ان شاء الله. مشكوره استاذه دلال. لازلنا مكملين وياكم باقي فقرات برنامجكم كافيه شبابي. نروح فاصل نشوف مخرجنا شنو مجهز لنا وراجع لكم مره ثانيه، خلكم ويانا.